الدرس السادس: مفطرات الصيام المعاصرة. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تكلمنا فيما سبق في الدرس السابق القول بأن أصول المفطرات ذكرها الله تعالى في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والضابط فيما يحصل به التفطير هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، والأصل صحة الصيام، ولا يعدل عن هذا الأصل فيقال بفساد الصيام إلا بأمر واضح يقتضي فساد الصوم. وفيما يأتي بيان أبرز مفطرات الصيام المعاصرة. أولا، ما يفسد الصيام. أولها الغسيل الكلوي. غسيل الكلى بنوعيه الدموي والبريتوني يحصل به التفطير للصائم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعلى ذلك فالذي يقوم بغسيل الكلى يفسد صومه، فإن استطاع أن يصوم بعد رمضان فيقضي، وإن كان لا يستطيع فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك من المفطرات مما يفسد الصيام شرب الدخان، فشرب الدخان محرم لأنه مضر بالصحة، وقد أجمع الأطباء على ضرره. وأما بالنسبة لأثره على الصيام فإنه مفسد للصيام. ثالثا، مما يفسد الصيام التبرع بالدم، وهو في معنى استخراج الدم بالحجامة، ولذلك فإنه يفسد به الصوم. ومن أراد أن يتبرع بالدم فليجعل ذلك في الليل إلا عند الضرورة، كأن يحتاج إلى تبرع بالدم ويكون هناك إنسان مريض عنده نزيف ونحو ذلك، ويطلب التبرع بالدم لحاجة ذلك المريض، فلا بأس أن يتبرع الإنسان بالدم في هذه الحال ويقضي يوما مكان هذا اليوم. رابعا، مما يفسد الصيام تحليل الدم. إذا كان الدم المستخرج من الإنسان كثيرا في معنى الدم الحجامة فإنه يحصل به التفطير للصائم، وأما إذا كان قليلا عرفا كالذي يؤخذ لتحليل السكر فلا يفطر الصائم. خامسا، مما يفسد الصيام قطرة الأنف. إذا كان ماء القطرة يصل للجوف فيفسد الصيام، أما إذا كان استخدام هذه القطرة بطرف أنفه ولا يصل للجوف فلا يفسد الصيام. ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أي أنك إذا بلغت في الاستنشاق وأنت صائم فربما نفذ إلى الجوف شيء من الماء فيؤثر ذلك على صحة الصيام. وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. ومن احتاج لقطرة الأنف إن أمكن أن يؤجل استخدام هذه القطرة إلى الليل فهذا هو المتعين. أما إذا لم يمكن ذلك واحتاج إلى استخدامها في النهار فإن كان الذي يصل معه ماؤها إلى الجوف فيفسد صومه، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا لم يصل ماؤها للجوف فصومه صحيح. ثانيا، ما لا يفسد الصيام. أولها قطرة الأذن. قطرة الأذن لا تفسد الصيام ولو وجد طعمها في حلقه، لأن الأذن ليست بمنفذ معتاد للجوف، ومثله غسول الأذن، وأي علاج عن طريق الأذن، والأصل هو صحة الصيام. ثانيا، مما لا يفسد به الصوم قطرة العين، لا تفسد الصيام حتى لو وجد طعم القطرة في حلقه، لأن العين ليست بمنفذ معتاد إلى الجوف. ومثل ذلك الكحل فليس له نفوذ إلى الجوف فلا يفسد الصيام به. ثالثا، مما لا يفسد الصيام به الأقراص التي توضع تحت اللسان، ويستخدمها غالبا المصابون بأمراض القلب ويمتصها الجلد تحت اللسان، لا تفسد الصيام لأنها ليست أكلا ولا شربا، وليست في معنى الأكل ولا الشرب، والأصل هو صحة الصيام. رابعا، مما لا يفسد الصيام المراهم، لا تفسد الصيام لأنها ليست بأكل ولا شرب، وليست في معنى الأكل ولا الشرب بجميع أنواعها. خامسا، استخدام الأكسجين للصائم لا يفسد الصيام، لأن هذا الأكسجين إنما هو يجري مجرى النفس ولا يذهب للمعدة، وهذا هو القول الراجح. سادسا، بخاخ الربو لا يفسد الصيام، لأن هذا البخاخ إنما يذهب للقصبة الهوائية ولمجاري النفس ولا يذهب للمعدة منه إلا شيء يسير جدا معفو عنه. وأما علاج الربو الذي يكون على شكل كبسولات ويكون فيها مثل البودرة
يضعها المريض في فمه فتختلط بالريق فيبتلعها، فهذه مفسدة للصيام لأن لها جرما فهي أشبه بالطعام والشراب. سابعا مما لا يفسد به الصيام منظار المعدة الذي يدخل عن طريق الفم، إذا أدخل من غير أن يحتف به أمورا أخرى فلا يفسد الصيام. أما إذا صاحب إدخال المنظار أشياء كان يوضع عليها مادة دهنية أو أنبوبة ينفذ منها ماء للتنظيف فيفسد الصيام. أما المناظير التي تستخدم عن طريق المهبل أو فتحة الشرج ونحوها فهذه كلها لا تفسد الصيام مطلقا حتى ولو كانت مطلية بمادة دهنية. أما التحاميل التي تكون عن طريق فتحة الشرج أو عن طريق المهبل ونحو ذلك لا تفسد الصيام لأنها ليست بطعام ولا شراب وليست بمعنى الطعام والشراب. ثامنا مما لا يفسد الصيام التخدير، إذا كان التخدير موضعيا فالصيام معه صحيح، أما إذا كان التخدير كليا فإن كان شاملا لجميع النهار فصيامه غير صحيح ويلزمه القضاء. وأما إذا كان لا يشمل جميع النهار ويفيق جزءا من النهار سواء في أولها أو وسطها أو في آخره فالصيام معه صحيح. التاسع مما لا يفسد الصيام قلع السن لا يحصل به التفطير، لأن ما يخرج من السن عند قلعه إنما هو دم يسير، وأما خروج الدم بغير اختيار الإنسان كان يخرج دم برعاف ونحوه فلا يفسد بذلك الصيام. اللهم وفقنا للأعمال الصالحات واغفر لنا وكفر عنا السيئات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.